السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. بيت مليان ناس وقلبه فاضي، وأصعب وحدة لما تكون وسط أهلك، تبقى قاعد على سفرة مليانة أكل والكلام داير والضحكة طالعة من كل ركن في البيت، بس جواك في حاجة ساكتة مكسورة. تبقى سامعهم بينادوا اسمك بس محدش سامع وجعك. تبقى موجود بجسمك وغايب بقلبك. الوحدة مش انك تعيش لوحدك، الوحدة انك تبقى محاط بناس بس مفيش حد حاسس بقلبك. الوحدة مش انك تمشي في شارع فاضي، الوحدة انك تمشي في بيتك ومحدش حاسس انك موجود. انك تضحك علشان ما تبوظش الجو، وتقول انا تمام علشان محدش يقلق، وتستحمل لوحدك علشان محدش يقول عليك حساس. يمكن عندك أب وأم، إخوات وقرايب، بس حاسس إنك مش لاقي حد تقوله أنا تعبان بجد. النهاردة مش بنتكلم عن ناس عايشة لوحدها، لكن بنتكلم عن ناس محاطة بالحب شكليا لكن جواها عطش احتواء. النهاردة مش بنتكلم عن بيت فاضي، لكن بنتكلم عن قلب فاضي، وعن روح بتصرخ بصمت، وعن إحساس إنك غريب وسط أقرب الناس ليك، عن بيت سقفه عالي بس صدره للأسف ضيق جدا. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو في مرة حسيت إنك لوحدك رغم الزحمة اكتب لي في التعليقات حاسس بيها. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الغربة جوه البيت أقسى من غربة البلاد. في ناس فاكرة إن الغربة يعني بلد تانية. الغربة مش دايما سفر، في غربة وانت في بيتك في أوضتك، وفي غربة كمان أقصى إنك تبقى في بيتك ومش حاسس بالأمان، وفي وحشة وانت قاعد وسط أهلك. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني السكن مش مكان، السكن إحساس، راحة نفس، أمان لما تتكلم من غير خوف. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله. مش خيركم في الشغل ولا قدام الناس، الميزان الحقيقي هو جوه البيت. يروى أن أحد الصالحين دخل بيته يوما ما فوجد زوجته صامتة مهمومة، فجلس بجوارها وقال: إن كان في صدرك شيء فأنا أولى الناس بحمله معك. ما سألهاش مالك، لكن قال لها: همك هو همي. كان فاهم ان المشاركة مش سؤال، المشاركة احتواء. وكان أحد الصالحين إذا دخل بيته غير نبرة صوته وقال: اللهم اجعل دخولي عليهم رحمة لا رهبة. كان بيخاف ان يكون حضوره سبب توتر بدل ما يكون سبب أمان. في شاب كان ناجح جدا قدام الناس، بس كل ما يرجع البيت يحس انه مش مفهوم. كل مشاكله تختصر في جملة واحدة: انت مكبر الموضوع، لحد ما بطل يحكي والسكوت بقى اسهل من المحاولة. واللي عايز اقوله لحضرتك، لو حاسس انك غريب مش عيب تقول انك محتاج حد يسمعك، ومش ضعف انك تعترف انك موجوع. البيت مش جدران، البيوت قلوب، ولو القلوب مش مفتوحة حتى القصر هيبقى سجن. لو البيت مش محسسك بالأمان جرب تبني الأمان بنفسك. ابدأ بكلمة صادقة، قول أنا محتاج أحكي. ما تتكسفش من ضعفك، لأن أوقات الضعف هو اللي بيقرب القلوب. والغربة مش قدر، الغربة نتيجة سكوت طويل. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الصمت اللي بيكبر لحد ما يبني جدار. أخطر حاجة في البيوت مش الصوت العالي ولا الخلاف، أخطر حاجة هي الصمت المتراكم. كلمة ما اتقالتش، اعتذار ما حصلش، مشاعر اتخزنت لحد ما تحولت لجدار. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا: فقولا له قولا لينا. حتى مع فرعون ربنا أمر بالكلمة اللينة، فما بالك بأقرب الناس لينا. حتى لما تختلف، الكلمة الطيبة مش اختيار، دي أمر واضح وصريح في الآية الكريمة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. تخيل، مش مجرد كلمة دافية، دي عبادة، فما بالك لما الكلمة تختفي. كان أحدهم إذا شعر أن في قلبه على أخيه شيء يقول: لا أدع الليل يسبق اعتذاري. كان بيخاف أنه يبات والقلب مش صافي، لأنه عارف أن الصمت بيكبر أسرع من الخلاف. وكان أحد التابعين إذا شعر أن بينه وبين أخيه جفاء أسرع إليه قبل أن ينام ويقول: لا أحب أن أبيت وبيننا شيء. كان بيخاف أن الصمت يكبر ويصير قطيعة. في أم وبنتها في نفس البيت، كل واحدة مستنية التانية تبدأ. الأم شايفة بنتها بعيدة، والبنت شايفة أمها قاسية. سنين عدت ولا واحدة منهم قالت للتانية: وحشتيني. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو في بينك وبين حد في بيتك صمت طويل، اكسره. ما تستناش الطرف التاني يبدأ. الكبرياء بيهدم بيوت كاملة، وكلمة حقك عليا ممكن ترجع حياة لقلب كان بيموت. لو بينك وبين حد في بيتك جدار، اسأل نفسك: مين هيهده؟ ما تستناش اللي قدامك يتحرك. كلمة منك ممكن تفتح باب اتقفل بقاله سنين. الصمت مش قوة، أوقات بيكون جبن عاطفي، واللي بيحب بجد بيختار الكلام. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي قلب فاضي رغم ان البيت مليان. في ناس عندها كل حاجة شكلا، بس ناقصها أهم حاجة وهي الاحتواء. وفي ناس عندها كل حاجة، بيت، أهل، أصحاب، بس مفيش إحساس بالانتماء. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة مش بتيجي من عدد الناس حوالينا، لكن بتيجي من حالة القلب نفسه. الطمأنينة في السكينة اللي جوه القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يعني ممكن تبقى وسط 20 واحد وقلبك حاسس بالفقر العاطفي ونفسك فقيرة للاحتواء. في راجل من أهل الصلاح كان إذا جلس مع أولاده ينظر في أعينهم واحدا واحدا ويقول: أخبروني بما في قلوبكم. كان عارف أن السؤال أحيانا أهم من النصيحة. وكان أحد الصالحين بيزور صديق له دايما، فلما سأله: لماذا لا تمل مني؟ قال: لأن قلبك بيتسع لي. مش المكان، لكن القلب هو اللي بيستوعب. بنت عندها عيلة كبيرة، كل حاجة متوفرة، بس كانت دايما تقول لصاحبتها: أنا مش ناقصني فلوس، أنا ناقصني حد يحس بيا. هو ده الفرق بين العيشة والحياة. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو قلبك فاضي ارجع لربنا، هو الوحيد اللي بيسمع من غير ما يحكم. احكي له اللي محدش سمعه، واطلب منه يحط لك في حياتك ناس تحتويك بصدق. وما تتكسفش تدور على حد أمين تحكي له. القلب مش معمول يعيش لوحده. القلب مش بيتملي بالناس الكتير، لكن بيتملي بالناس الصح. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أصعب وحدة لما تكون وسط أهلك. أصعب وحدة لما البيت يبقى مليان صوت وقلبك مليان صمت. أصعب وحدة لما البيت يبقى مليان نور وانت جواك ضلمة. بس يمكن المشكلة مش إنهم مش حاسين، يمكن إحنا كمان ما سمحناش لحد يقرب. ويمكن الحل مش إننا نهرب، يمكن الحل إننا نتكلم. الحياة قصيرة قوي، قصيرة قوي إننا نعيشها متغربين جوه بيوتنا. نفتح قلوبنا قبل ما نقفلها، نقول أنا محتاج لك بدل ما نقول أنا تمام. البيوت مش بتنهار فجأة، هي بتبرد، ولما تبرد قوي الدفى بيرجع بصعوبة. لو الحلقة دي لمستك، يبقى في حتة جواك كانت مستنية حد يقولك الكلام ده. وأخيرا أدعو الله: اللهم يا مؤنس كل وحيد، آنس قلوبنا بقربك وأزل عنها وحشة البعد. اللهم أصلح بيوتنا واملأها مودة ورحمة وصدقا في المشاعر. اللهم اشف كل قلبي يتألم في صمت ولا يجد من يسمعه. اللهم ارزقنا لسانا لينا وقلبا رحيما ويدا تمتد بالاحتواء. اللهم لا تجعل بيوتنا عامرة بالأجساد خالية من الأرواح.
اللهم ألهمنا الاعتذار إذا أخطأنا والصفح إذا جرحنا. اللهم اجعل بيننا سكينة لا تنقطع ومودة لا تزول، واجعل يا رب بيوتنا جنة في الدنيا قبل أن تكون طريقا إلى جنتك في الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو في حد في بيتك محتاج حضن منك قبل ما يحتاج غريب ابعت له واكتب لي في التعليقات أنا جنبك وحقك عليا. وشارك الحلقة علشان نفكر بعض دايما إن القلوب أهم من الجدران. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.